أهلا بيكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة هنكشف لكم عن حبيبة الفنان رشدي أباظة اللي انهار بسبب موتها. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تعملوا إعجاب للفيديو وتشتركوا في القناة وتضغطوا على زرار الجرس علشان يوصلكم كل جديد. بالرغم من تعدد نزوات رشدي أباظة إلا إنه كان بيعشق ممثلة لدرجة الجنون، وكان مستعد إنه يعمل أي حاجة علشان يتجوزها، لكن القدر قال كلمته وماتت الفنانة دي قبل ما يتم الجواز. الفنانة دي هي الفنانة كاميليا. اتولدت الفنانة كاميليا عام 1919 في أحد الأحياء الفقيرة في اسكندرية. اسمها الحقيقي ليليان فيكتور ليفي كوهين. اتبعت الديانة اليهودية نسبة لزوج والدتها اللي اتبناها بعد ما ماتت والدتها. في بعض الروايات اللي اتقالت عن والدة الفنانة كاميليا إنها مسيحية كاثوليكية مصرية من أصل إيطالي وتدعى أولغا لويس أبنور. حملت ببنتها بدون زواج بسبب علاقتها مع مهندس فرنسي كان بيشتغل خبير بقناة السويس. وفي رواية تانية بتقول إن والد كاميليا كان تاجر أقطان إيطالي وهرب لبلده بعد ما خسر كل فلوسه، وبعدها نسبت كاميليا لصائغ يهودي يوناني هو فيكتور ليفي كوهين، واللي كان زوج والدتها أو صديقها في الوقت ده. بداية قصة الحب بين رشدي أباظة وكاميليا. كانت الفنانة كاميليا بنت جميلة وجريئة وعنيدة جدا، قدرت إنها تملك قلب الفنان رشدي أباظة وحبوا بعض بجنون، لدرجة إن قصة حبهم كانت مشهورة في الوسط الفني. وبالرغم من إن رشدي أباظة ساعتها كان في بداية مشواره في التمثيل وما كانش مشهور قوي، إلا إن الأخبار دي وصلت للملك فاروق، واللي كان هو كمان بيحب الفنانة كاميليا جدا. ساعتها بدأت حرب شرسة بين الفنان رشدي أباظة والملك فاروق. وعلى الرغم من الصعوبات الكتير اللي وضعها الملك فاروق أمام رشدي أباظة علشان يبعدهم عن بعض، إلا إنهم اتفقوا على الجواز، وتم تحديد ميعاد الجواز في أكتوبر عام 1950. وما كانش رشدي أباظة وكاميليا خايفين من الملك فاروق أبدا، وكان كل حلمهم إنهم يكملوا مع بعض. لكن للأسف حصل حادث للفنانة كاميليا. وفاة الفنانة كاميليا في حادث أليم. قررت كاميليا إنها تسافر روما قبل الفرح بشهرين، لكن للأسف الطيارة سقطت في البحيرة شمال غرب القاهرة، وانتشرت إشاعات في الوقت ده إن الحادث كان مدبر من المخابرات لأنها كانت جاسوسة. وفي إشاعات تانية قالت إن الإسرائيليين هم اللي فجروها، في نفس الوقت اللي في ناس كتير اعتبرته حادث عادي جدا. الحادث ده كان بيعتبر الأول في تاريخ الطيران المدني المصري، وتم التعرف على جثمان كاميليا بالرغم من الحروق اللي صابتها. معاناة رشدي بعد رحيل كاميليا. بعد ما عرف الملك فاروق إن رشدي أباظة وكاميليا حددوا ميعاد الفرح، طلب الملك فاروق من المنتجين إنهم يبعدوا عن العمل مع رشدي أباظة. وخاض الفنان رشدي أباظة حرب شرسة، إلا إنه كان زي الجبل مفيش ريح كانت بتهزه. لكنه لما سمع خبر وفاة الفنانة كاميليا دخل في حالة اكتئاب شديدة جدا لمدة عام كامل، وفضل يردد اسمها وينادى عليها بصوت عالي لحد ما يغيب عن الوعي. يذكر إن الفنان رشدي أباظة اتجوز 5 مرات، أولهم كانت الفنانة تحية كاريوكا، واستمر زواجهم لمدة 3 سنين بس، وبعدها انفصلوا واتجوز فتاة أمريكية اسمها باربرا وخلفت منه بنته الوحيدة اسمت. والزواج استمر 4 سنين. بعد كده اتجوز سامية جمال واستمر زواجهم فترة طويلة حوالي 18 سنة، وبعدها اتقال عنهم إنهم انفصلوا، لكنها كانت على ذمته، بس انفصلت عنه لأنها عرفت إنه اتجوز الفنانة صباح، وصباح كانت آخر جوازة لرشدي أباظة، وما استمرش الجواز بينهم إلا فترة قصيرة جدا. وتوفى الفنان رشدي أباظة في 27 يوليو عام 1980، وكان عمره ساعتها 53 سنة.